عسلامة. اليوم باش نحكيو على دولة إسلامية حكمت مالطا وإيطاليا. اليوم باش نحكيو على الدولة الأغلبية. تأسست الدولة الأغلبية على يد إبراهيم ابن الأغلب سنة 800 ميلادي، وضمت تونس وجزء كبير من الجزائر وجزء كبير من ليبيا، وضمت زادة صقلية وسردينيا، وكانت عاصمتها القيروان. النجم نقول أن الدولة الأغلبية كانت أول دولة إسلامية مستقلة عرفتها بلادنا تونس، بعد ما تأسست بأمر من الخليفة العباسي هارون الرشيد من أجل حماية الخلافة من الخوارج والأدارسة. ومن أشهر حكام الدولة الأغلبية نلقاه زياد الله الأول، اللي في وقته تم فتح صقلية وجزء كبير من السواحل الإيطالية. ونلقاه زادة محمد ابن الأغلب اللي حاصر روما وخذا الجزية من بابا الفاتيكان يوحنا الثامن. وعرفت الدولة الأغلبية إشعاع فكري وثقافي ومعماري كبير برشا. وفي وقتهم تبنى الجامع الكبير في سوسة، وتبنات القصبة في صفاقس، وتبنات الفسقية وبيت الحكمة في القروان. وكيما أي دولة وقد تضعف من الداخل وتقوى فيها الخلافات والصراعات على السلطة والحكم تنتهي وتتدمر. وهذاك عليه الدولة الأغلبية سقطت سنة 909 ميلادي على يد الدولة الفاطمية.